هل صحيح راح توقع حرب بين الجزائر والمروك؟ يعني راح توقع حرب بين الجزائر وزريبة المخزن المغربي في الوقت القريب. خوتي الإجابة على هذا السؤال راهي مهمة ومهمة جدا. شوفوا معايا الفيديو الأخير راح نتفهموا الإجابة على هذا السؤال وحدكم. قبل ما نبداو خوتي ما تنساوش تخليوا لي كلمة باهية لفرنسا اللعينة في التعليقات، وأيضا ما تنساوش تخليوا لي كلمة باهية للمروكي اللي وجعوا قلبه على الجزائر. بسم الله. تقرير صادر من موقع أفريكا ميليتاري. خوتي الموقع هذا راهو موقع مهم ومهم جدا ومختص في الشؤون العسكرية الإفريقية. هذا الموقع العسكري وش يقول؟ أن المغرب يعني زريبة المخزن المغربي على وشك إنهاء صفقة لشراء 32 طائرة مقاتلة أمريكية من النوع F-35. خوتي الطائرات هذه راهي طائرات شبحية وقوية جدا جدا وعندها قدرة كبيرة على المناورة والتخفي. القيمة تاع هذه الصفقة هي 17 مليار دولار. السؤال: هل أمريكا تسمح للمغرب امتلاك هذا النوع من الطائرات؟ خوتي اللي عنده الإجابة حطها لي في التعليقات. وأكد هذا الموقع أن حصول المروك يعني حصول زريبة المخزن المغربي على هذا النوع من الطائرات الشبحية القوية سيربك حسابات جيرانها، وبالطبع هذا الموقع هنا راهو يقصد الجزائر. السؤال خوتي: هل يستطيع المروك يعني الزريبة أن تربك حسابات الجزائر؟ خوتي اللي عنده الإجابة حطها تعليقات. ويقول الموقع: إذا تمت هذه الصفقة ونجحت المروك يعني زريبة المخزن المغربي في الحصول على طائرات مقاتلة أمريكية من نوع F-35 فستضرب التفوق العسكري الجزائري في المنطقة، وستضطر الجزائر لشراء طائرات مقاتلة جديدة من روسيا. خوتي السؤال: ما نوع الطائرات المقاتلة التي يجب على الجزائر امتلاكها؟ أما عن إمكانية وقوع حرب بين الجزائر والمروك وفي الوقت القريب، وزير جزائري سابق يسميوه رحابي صرح أنه يستبعد وقوع حرب بين الجزائر والمغرب في الوقت القريب. خوتي وش رايكم؟ هذا الوزير عنده حق والله ما عندوش حق؟